فوزي البنزرتي صيام لاعبي كرة القدم أثناء رمضان وهم يعني لا. يؤدون أدوارهم في المباريات؟ لا لا، ما بطبيعة الحال إذا المقابلة في البنزرتي أو السي فوزي كما ينادونك في تونس. في هذه الفقرة سيكون لديك دقيقة للإجابة عن كل سؤال، يا ريت تختصر أجوبتك قدر الإمكان. من هو أفضل ناد عربي؟ أفضل نادي. صعب باش نجاوبك لانه فما الاهلي المصري، فما الزمالك، فما بطبيعه الحال انا تونس الترجي من افضل النوادي العربيه، فهمتي؟ الوداد، الرجاء. الجزائر مش نقول لك افضل معناتها بالنتائج بالاهلي المصري ستاتستيك يعني. طيب افضل لاعب عربي حاليا صلاح ام محرز؟ صعب سؤالك. لا انت زوز مميزين، ما كيف نحدد؟ لا اختار واحد. صلاح، اختار شخص. لانه يسجل اكثر اهداف. لانه بسبب تسجيله اكبر اهداف. صلاح لانه يسجل اكثر اهداف. فقط لهذا السبب؟ اكزاكت. بطبيعة الحال مؤكد اللي يسجل اهداف يعني ما يجيش من فراغ. طيب عنده مهارات وعنده كل حاجه اللي تمهل له باش يسجل اهداف معناتها في بطوله، اصعب بطوله واحسن بطوله معناتها في العالم. لو اتيحت لك الفرصه للتدريب في مصر بين الاهلي او الزمالك ايهما ستختار؟ شوف انا في تونس دربت الافريقي ودربت الترجي ودربت النجم، في المغرب دربت الرجاء ودربت الوداد، يعني معناتها انا ما عنديش مشكل معناتها باش لاني معناتها صعب باش تدرب الفريق المنافس معناتها بتاع الدربيات معناتها الافريقي. طب تختار الاهلي ولا الزمالك؟ عليه تخير فيك. لازم تخير. صعب. لازم تختار. معناتها حتى تتاحت الفرصه، لم تتاح الفرصه لحد اليوم باش نكون انا متواجد في مصر عده مرات، معناتها وقعت دردشات باش ما يخص الزمالك. في فتره من الفترات كنت يمكن نكون في الزمالك، لكن من العزم مع كل اسف ما مشيتش ولا ما صارش الاتفاق. فهمتي؟ قالوا لي على الاهلي في قبل ما يجي المدرب هذا. طيب انتهت الدقيقه وانت لم تختار. لم تختار يا انت خايف انه جماهير الاهلي او جماهير الزمالك يزعلوا منك، صح؟ لا 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 عليه. طيب لا مع من فضلت العمل الوقت الحاضر؟ ما تقول لك الوقت الحاضر نقول لك الزمالك، لانه الاهلي الوقت الحاضر في احسن حالاته والزمالك معناتها مش. طيب على الاقل اجبت على هذا السؤال بصراحه. مع من يفضل فوزي البنزرتي العمل في المغرب؟ مع الرجاء ام الوداد؟ بلا سؤال. شوف مع الرجاء معناتها عملت كاس بطولة معناتها هامة وهامش، بطولة كاس العالم للأندية. مشيت في فترة قصيرة وجيزة، وصلنا الدور النهائي وعملنا دورة ممتازة، وكنت معناتها بطبيعة الحال مع الوداد زاد عملنا نتائج ممتازة، يعني معناتها اي فرصه من هنا او من هنا انا ما نقولش لا، معناتها وعادتي نتنقل من فريق لفريق ما فما حتى مشكل. معناتها الوداد معناتها كل ما حبيباتي واصحابي نفس الشيء في الرجاء. طيب يمكن انت تتساءل كيفاش فوز البنزرتي من الافريقي للترجي من الرجاء للوداد، معناتها صعب لانه من الفرق هذا معناتها اذا في مدرب درب فريق ما عادش يدرب الفريق الثاني. طيب هل يؤيد فوزي البنزرتي صيام لاعبي كرة القدم أثناء رمضان وهم يعني لا. يؤدون أدوارهم في المباريات؟ لا لا، ما بطبيعة الحال إذا المقابلة في ماهيش في الليل، إذا المقابلة في الليل أوكي ما فما حتى مشكل. إذا المقابلة معناتها في القيلولة وفي السخانة راهو معناتها علميا ممنوع، لأنه نجم أي لاعب يتعرض
الصدمات معناتها كبيره، وفما لاعبين. وما رايك في من يصر على الصيام وهو يلعب؟ بعض الذين يلعبون في انديه اوروبيه يعني يصرون على اداء الصيام. شوف حتى بعض يعني حتى يعني في نهار رمضان، يعني هم لا يريدون كسر هذا العاده الدينيه وهذا الفرض. هو من حق اي لاعب معناتها باش يتمسك بعاداته الدينيه معناتها اذا متشبت في الحكايه، لكن احنا في بعض الحالات نجيبوا حتى ائمه يفتيوا في الموضوع هذا ونقول لهم هذا معناتها نوع من الجهاد، معناتها لانك تدافع على فريقك، تدافع على وطنك، مانيش عارف المقابله ايه، فهمتني؟ واكثر الائمه اللي جبناهم هم فهمتوا وعملوا فتوات اللاعبين باش يكونوا متواجدين. اما اذا اللعب في الليل ما يكونش مشكل. شكرا. المشكل الاساسي كان يكون لاعب معناتها في نلعبوا في افريقيا ولا في السخانه، واللاعب يلعب صايم صعبه 40 درجه و35 درجه يمكن اكثر من هكا. هذا مستحيل معناتها علميا، من المستحيل باش انا باش نجسد لاعب كما هكا. اشكرك يا استاذ فوزي البنزرتي. لا نخاف على حياته اصلا. المدرب التونسي فوزي البنزرتي ضيفنا لهذا الاسبوع في السؤال الصعب. شكرا جزيلا ليك استاذ فوزي لوجودك معنا، وتحملت بعض الاسئله ايضا مني ومن فريق البرنامج. شكرا جزيلا. واختلف اهل العلم في هذه المفطرات، الاكل والشرب والجماع واي مفطر عمدا، هل يقضي او لا يقضي إذا كان فعل ذلك عمدا؟ فالجمهور على أنه يقضي، وبعض أهل العلم ذهب أنه لا يقضي لأنه يعني ترك ذلك عمدا وفاته خلاص لا يقضي. ويستدلون بحديث من أفطر في نهار رمضان لم يقضه ولو صام الدهر، لم يقضه ولو صام الدهر، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يستدل به. ويبقى القضاء وعدمه مبني على حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة فقال لا أجد، قال أطعم 60 صم شهرين متابعين قال لا أستطيع، قال أطعم 60 قال لا أجد. طيب، ثم سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني صحن كبير بادية الكبيرة فيه تمر، فناداه النبي أعطاه، قال اذهب فأطعمهم المساكين، يعني قال على أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا من أهلي، يعني أنا فقير 60 مسكين أنا أحوج منهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. وفي رواية أن النبي أمره بقضاء هذا اليوم عند أبي داود، أمره بقضاء هذا اليوم. فقالوا من هنا تبين أنه من أفطر عامدا أنه يقضي هذا اليوم، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فذكر المعذورين. أما المتعمدين فلم يذكرهم لأن القضاء لا ينفعهم، لأن هذا أفطر عمدا فالقضاء لا ينفعه، فقال لا يقضي وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى. والذي قال يقضي من أهل العلم قال إنما يقضي لهذا الحديث الذي جامع أهله في نهار رمضان. على كل الأظهر الله لعنه يقضي هذا اليوم.